وأن السلاح نحمله فقط لنصرة إخواننا في فلسطين في مواجهة أعداء البشرية والإنسانية، وليس لمواجهة الإخوة بين بعضهم. وبدأنا نفكر بما آل إليه حال وطننا الحبيب، ورأينا أن رفع المعاناة عن الأمة يتطلب عمل وجهد كل المؤمنين الواعين المخلصين المضحين، وهذا ما يجب السعي إليه بحق. لذلك قررنا العودة عن ما أقدمنا عليه والتعاون مع وزارة المصالحة الوطنية لتسوية أوضاعنا ولنضع أنفسنا من جديد تحت تصرف قيادة الجيش. فالحل في سوريا لا يكون باستخدام السلاح ولا بالعنف ولا بالتخريب والتفجير وقتل النفوس البريئة. الحل في سوريا يا أخوتي يكون بالعودة عن الخطأ، وخير الخطائين التوابون، والعودة إلى حضن الوطن، فكلنا سوريون وكلنا أبناء هذا الوطن، ورفض الثورة التي تبدأ بالدم وتحلل قتل الأبرياء. إنها الخطوة الأولى لدعوة جميع رفاق السلاح للعودة إلى حضن الوطن ومؤسستهم العسكرية، والطريق مفتوح. فالحل في سوريا أولا وأخيرا هو بالعمل السياسي والحوار الوطني والاتفاق على ما تحتاجه سوريا ويحتاجه الشعب السوري، وبالإصلاح وليس التدمير، وبالبناء وليس التخريب. سنبدأ جميعا طريقا جديدا في مسيرة سوريا التي نريد ويريد الشعب السوري، سوريا لكل السوريين، ونضع كل جهودنا عند تصرفكم من أجل إنجاح مشروعكم، وكي لا يبقى في النهاية إلا سلاح شرعي وحيد هو سلاح الجيش، وكي تسقط كل أنواع الأسلحة الأخرى. وشكرا. السلام عليكم.